السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى عايزين نعمل حوالي نص كيلو قرص طريه اهي. انا حطيت كوبايه، هي الكوبايه دي حوالي 250 جرام يعني ربع كيلو، وهنا حطيت الكوبايه التانيه. هنزل بقى اهي، يبقى كده كوبايه اولى وكوبايه تانيه، يبقى كده النص كيلو دقيق. تمام كده. هاجي هنا بقى على الخميره، جايبه نص كوبايه من الميه اهو، هنزل بالخميره فيها اهو، لسه برده في الكيس خميره اهو. وهبدا بقى ان انا ايه، احط بقى ايه، سكر بودره. ليه سكر بودره يا منال؟ هتجربه، هيدي، بصوا، هيدي ميكس حلو قوي مع الخميره. حطيت معلقتين سكر بودره اهو، وهقلبهم تمام كده اهو، وهنسيبهم بقى يتفاعلوا مع بعض. طبعا معانا هنا النص كيلو دقيق، بصوا ده بقايا، يعني اقل من نص معلقه من البيكنج باودر. تمام كده اهو. كيس من اللبن البودره، بيدي طعم حلو قوي قوي للعجائن اهو. كيس اللبن البودره. طبعا الفانيليا برضو مش قادره اقول لكم، بتدي برضو ريحه حلوه جدا للايه، للقرص او المنين اللي هنعمله. تمام كده. طبعا الخميره هتتفاعل كده. حطينا النص كيلو دقيق في قلب الايه، البوله بتاعتنا. هفتح برضو كوبايه من الزبادي اهي، ومعايا هنا ايه، معلقتين من النشا. احط معلقتين من النشا اهو. تمام كده. وهنزل بكوبايه من السمنه، يبقى كوبايتين من الدقيق، نص كيلو دقيق عليه كوبايه من الايه، من السمنه. تمام كده اهو. وهنزل بالايه، بالعجين بتاعنا. هعدي شويه وهو كده شغال. هنزل بكوبايه الزبادي تمام كده. احاول انجز مع الايه، مع الخميره، دي سرعه بطيئه. هتبقى سرعه عاليه. وهنا بقى عشان يبقى فيها سنه قرمشه كده، هنزل بشويه من الزيت اهو. بصوا بقى كده، حطينا كيس خميره، وحطينا معلقتين سكر بودره، وحطينا كوبايه من السمنه. بصوا بقى العجينه بقت في منتهى الجمال اهو. هبدا بقى ان انا ايه، اطلع بقى. بصوا بحاول ان انا ايه، اطلع العجينه اشوف ملمسها. بصوا ملمسها جميل جدا اهو. بصوا فيها سنه تلزيق اهو. بصوا ما شاء الله جميله جدا جدا اهي، وناعمه. هديها بقى عجنه بايدينا كده. بصوا هو النص كيلو دقيق حبه صغننه، بس احنا هنعملهم اشكال والوان حلوه. بصوا اهي، لو احنا حبينا بقى نعملها القرص، بس انا هديها بس ايه 10 دقايق كده تخمر اهي. بصوا شكلها اهي. بصوا القرص الطريه الجميله بتاعتنا اهي. ممكن تعمليها بالجبنه، ممكن تعمليها بالشوكولاته، حسب ما انت عايزه اهي. بصوا شكلها، مش هنكبر عن كده، معقوله كده
نشوف بقى طعمها. حلوه، سكرها مظبوط اهو. هسيبها بقى ترتاح شويه. هحاول ان انا ايه اغطيها بقى زي ما هي كده اهو، وهرجع لها بعد 10 دقايق كده تكون خمرت شويه، اكون جهزت السجان. وهنا بقى انا نسيت اقول لكم ان انا حاطه عليها معلقه سمسم او معلقتين سمسم اهو. وعندي بقى اللي هو الايه اليانسون ده، هحاول اديها كام واحده كده على الوش كده، عشان انا بحب اليانسون بيدي طعم حلو جدا. بما اننا هنعملها قرص ساده بقى، فهنحط شويه ينسون ونعجنهم معاها. تمام كده اهو. بصوا اليانسون اهو اهو. هبدا بقى ان انا ايه اوزعه في العجينه، ومني كمان ابسها عشان تبقى القرص الايه المبسوسه. عايزه ازود شويه ينسون، بس هو يعني ايه منه سليم، فممكن حد يتضايق منه في السنان، بس تقريبا الساده دي ما حدش بياكلها الا انا. تمام كده اهو. هنعدل بقى المفرش بتاعنا ونبدا بقى نجهز بقى السجان بتاعتنا. ممكن ادهنها يعني دهنه بسيطه كده اهو، عشان كده اول مره هحط في الصاج. بصوا هتقدري تعملي القرص دي في اي وقت، ان انت تقدري تفطري بيها او تتعشوا بيها عشاء خفيف كده مع كوبايه شاي بلبن اهو. هبدا بقى ان انا اخد بقى القطعه. بصوا قد الايه، قد البيضه كده، بيضه بلدي دي هنكبرها شويه ونعملها اهي. بصوا اسهل حاجه ممكن تعمليها اهو. وتاخدي برضو قطعه تانية كده زيها كده نفس المقاس. بصوا اهو، وتحطي. اسرع حاجه ممكن تعمليها، يمكن اسرع من الكيكه كمان اهو. بصوا طبعا انا لسه ما بططهاش، بس انا سايباها ايه تاخد يعني ترتاح شويه اهو. بصوا طبعا العجان اهو انا بجربه، هو بتاع خالتي جايباه بنصلحه، وقلت اما اجربه عشان نشوف بقى التصليح عمل ايه. فهو هبدأ بقى ان انا ايه نعمل القرص فيه اهو. بس هو بياخد نص كيلو دقيق بس، يعني هو ده نص كيلو دقيق قدامنا اهو. انا كنت اعجن اي حاجة اقل حاجة كيلو، بس عملت بقى مقيدة بالايه بالعجان اللي هو بياخد نص كيلو بس اهو. طبعا كل القرص دي لسه هتخمر ولسه هتتبطط، فحبيت بس ايه نوريكم. بصوا بقى شكل العجينه بيضه، علشان العجينه دي طبعا حاطين لها ايه نشا. النشا طبعا بيخلي العجينه ملمسها ناعم وجميل، وفي نفس الوقت بيبيض العجينه. يعني بصوا تحسوا ان العجينه بيضه معاكي اهو. حلو قوي على الصاج 9 قرصات اهو. طبعا بعد ما ترتاح شويه هنبدا بقى ايه نخرمها بالشوكه او بالعصايه الشيش طاووق. بصوا شكلها بسيطه وما خدتش مننا اي حاجه. هي كوبايه زبادي وكيس لبن بودره وكوبايتين دقيق وكوبايه سمنه، مفيش تكلفه خالص، نو تكلفه اهو. هسيب ده بقى يرتاح شويه ونعمل التاني. ممكن نعمل التاني شكل مختلف، اللي هو نحشيه مثلا جبنه اهو. بصوا كنت بحب مفرش السيليكون يبقى مبلول علشان يبقى. بصوا هجيب بقى علبة الجبنة واحشيه جبنة وهفتحها وارجع له. بصوا بقى لو احنا حطينا الجبنة كده اهو، ونبدأ بقى نقفل عليها كده اهو، ونبدأ بقى نلف بالشكل ده كده
بصوا اسرع مما تتخيلي. يعني بنعمل رقيش اهو وقرص بنص كيلو، وهنعمل اشكال كمان. بصوا اهو. بصوا ما شاء الله، حاجه كده سريعه تقدري تعمليها وتبقى بالنسبه لك لذيذه جدا. هخلص وارجع لكم. وهنا حابه اوريكم قطعه من العجينه اهي. بتمسكيها كده وتطبقيها اهو، تبططيها وتنزلي بقطعه من الجبنه عليها. بصوا بقى ممكن تتعمل كده كانها زي صباع الكفته اهو، وتحطيها برضو معانا. وممكن بقى تجيبي مثلا عجينه كده اهي، هتعملي بقى اشكال زي ما انت عايزه اهو. بصوا بقى، ونحط برضو قطعه من الجبنه ونطبقها كده على بعضها اهي، وعملت كده شكل نص زي القطايف اهو. بصوا برضو، ودي بصوا وكأنك بتعمليها كده زي صباع الكفتة اهو. بصوا شكلها اهو. اعملي بقى الاشكال اللي انتي تحبيها اهو. حاساها صغننه، زودها شويه اهو. بصوا بقى اهي. بصوا برضو ده شكل اهو عملناه اهو. وطبعا الايه القرص بتاعتنا اهي، ولسه هنعمل صاج كمان. بصوا برضو مع القرص هتقدري برضو، بصوا بعلبة الجبنة الصغننة دي تحطي جبنة اهي وتلفيها بالشكل ده اهو. خدتش منك اي وقت اهو. يعني ممكن تعمليها على الفطار وتصحي قبل الفطار بساعة بس تعمليها، مش هتاخد منك اي وقت اهو. بصوا فكرة بسيطة وسهلة جدا. وعملنا من النص كيلو 3 سيجان صغننين اهو اهو. وتلفيها كده تنزلي بيها. خلاص كده خلصنا القرصة بتاعتنا الجميلة اهي. هخلصهم بقى واسويهم واوريكم الشكل النهائي. بصوا بقى اهو، تقدري تخرميها بالشكل ده اهو، هتدي شكل جميل جدا. وفي نفس الوقت ما تعلاش العلو اللي احنا مش عايزينه، عايزينها تبقى وسط كده وحلوة اهو. بصوا تبدأي بقى تغرزيها كده بالايه، بالعصيان بتاعت الشيش طاووق. هتدي شكل، بصوا مديه شكل حلو جدا، شايفين؟ هكملها بقى وارجع لكم. وهنا بقى الشكل النهائي لنص كيلو الدقيق اللي عملناه 3 سيجان بالمنظر ده. بصوا ما شاء الله. بصوا حتى اللي كانت مدوره دي اهي، بصوا الشكل بتاعها. وهنا برضو القرص بتاعتنا اهي. وكل الموضوع ما استغرقش معايا ساعه. اتمنى الافكار تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، السلام عليكم.